الو. هلا محمد. ابو سليمان كيفك؟ الحمد لله يا ابويا. دوم يا رب، الله يعطيك الصحة والعافية ابو سليمان. امين يا رب. انت كيفك؟ اخبارك؟ والله الحمد لله على كل حال. كيف الاهل؟ كيف الوالد والوالدة؟ الحمد لله طيبين، بس حصلت ظروف معي في اليمن وطلبوا مني 800 ألف يمني. 800 ألف يمني؟ أيوة 800 ألف يمني، ما تقارب بالسعودي 8000 أو 9000 كذا. اليوم يعني؟ هم طلبوها مني قبل يومين، أنا ما قدرت أكلمك بس الظروف. يا ابوي ابشر، ظروفك هي ظروفي. الله يسعدك يا ابو سليمان، أنت ما تقصر. ابو سليمان أنا بكون أعطيك كل شهر جزء منها يعني. يا ابويا تعطيني ما تعطيني، ليش ما كلمتني من اول؟ بيض الله وجهك، الله يعطيك العافية ابو سليمان. الله يسامحك يا محمد، ليش ما كلمتني من اول؟ محمد انا عمري رديت لك طلب؟ الله يحفظك يا محمد. ابو سليمان أنت عارف إيش قال الشاعر؟ ايش قال؟ قال كتبتنا في تالي الليل بيتين لعيون من يسوى جميع الخلايق، اللي معاهدني على الزين والشين، اللي بشوفه يصبح الفكر رايق، الصاحب اللي منزله داخل العين، هو الخوي وقت السعة والضوايق. صح لسانك يا محمد. صح بنك يا محمد اقول لك الشاعر وش قال؟ تفضل. قال انت دايم على بالي ولا يوم ناسيك، ناسيك وانت لزيم الروح واكثر شوية، درب المعزة اشهد اني مخاويك، واخترت شخصك بين كل البرية، الرب يعلم يلغلا كثر مغليك، ودايم مكانك في شموخ العلية. صح لسانك ابو سليمان. صح بدنك يا ابوي. ابو سليمان تسمح لي انا اصور؟ فداك فداك يا ابويا، بس لا تنسى تخلي الناس تضيفني. الله يسعدك، ابشر من عيوني والله، ابشر الله يسعدك. طبعا هذا الكفيل انا بطرح لكم حسابه تحت، فالكل يدخل ويضيفه ويكتب له من جهة محمد مشهور الإيماني.